مش لازم ابقى جوه البرلمان. بالظبط. طيب. مش لازم. احنا هنطلع فاصل وهرجع تاني بتقرير الشارع شايف ترشيح المرأة أو ترشح المرأة في الانتخابات المقبلة ازاي، حصل تغير في فكر الناس بعد الثورة ولا لأ، وكمان هناخد تليفونات حضراتكم من يريد أن يطرح على ضيفاتي العزيزات أي سؤال. أهلا وسهلا بيه. هما الرجاله عملوا ايه من سنه 52 من بعد الثوره بتاع جمال عبد الناصر؟ عملوا ايه الرجاله؟ كل واحد عمل لنفسه، الست مش هتعمل لنفسها، الست ما بتقبلش رشوه زي الرجاله. وانا مأيد الست حسب مشاكلنا ومتاعبنا وايه اللي تعبنا وايه الاحتياجات بتاعتنا، فطبعا هرشح. لا انا طبعا مش هرشح اي ست طبعا، لان الست متهيألي بتبقى ضعيفه في الحاجات اللي زي كده. ما ينفعش الستات كل واحده تقعد في البيت مثلا، يعني تشتغل شغل عادي، بس الترشيح يعني لا، الراجل افضل للحاجات دي. المعيار لترشيح مجلس الشعب هي الكفاءه بغض النظر عن الصفه التشريحيه. لا، لان الست بطبعها يعني طيبه ومش هتعرف تعرف المشاكل ايه. مثلا الست مثلا يكون وراها شغل بيت كده. الست ضروري ان احنا ننهض بيها، لان سبب نهوض اوروبا والدول المتقدمه هو النهوض بالمراه. انا ما بقتنعش بالسيدات في اي قياده. رشح سيده مجلس الشعب. ايه؟ لا، لانها لها دور في المجتمع زي الراجل بالظبط. لو مجلس الشعب ماشي، امال لو رئاسه الجمهوريه لا. عادي يعني الست زي الراجل دلوقتي في الوقت الحالي خلاص. لا، لان الست بتكون عاطفتها غالبه اكتر، فمش اكيد مش هتعرف تحكم اكتر زي الراجل اكيد يعني. رشح سيده لمجلس الشعب او تغيير. الرجاله قاعده رشح ستات كمان. اذا كانت سيده في مجلس الشعب اوف كورس. لا في ستات كتيره جدا احسن من الرجاله. سيده ده في حتى يا استاذنا العزيز لعن الله قوما قادتهم امراه. ازاي يعني؟ هو يعني البلد ما فيهاش رجاله ولا ايه؟ هو معناه ان البلد ما فيهاش رجاله خلاص؟ رجاله ماتوا في الحرب. جاي لنا مجموعه من الرسائل على SMS، بعضهم مش كاتب اسمه، ارجوكم